مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكن أنا من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو دكتور حسين الحلو، اختصاصي بأمن الأمراض الهضمية. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا ونقول لضيفنا مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مساء الخيرات استاذ عماد، الله يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيكم. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، فيكن عبر كومنت عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. عبر كومنت تبعتوا سؤال اللي بيخطر على بالكم بما يخص الأمراض الهضمية، أو اليوم الموضوع اللي رح نحكي فيه هو الكولون العصبي، الحالات الشائعة اللي بتزور العيادات الهضمية. رح نجاوب عليها أكيد بآخر الحلقة، ونحن رح نكون مسرورين لما بتأغنوا لقائنا بأسئلتكم. بالبداية دكتور حسين، هالحالة أو المرض أو المتلازمة يا ترى شو هو؟ اولا متلازمه الامعاء الهيوجه اسمها باللغه العربيه الفصيحه. بالانجليزي بيسموها irritable bowel disease، يعني تهيج الامعاء والمعده المزمن. طبعا هذا المصطلح دلالته بتصيب كل من المعده والكولون وليس الكولون فقط. نعم. يعني بالعاميه بنسميها نحن تشنج الكولون او الكولون العصبي. هي دلالته العلميه الطبيه اسمها داء الامعاء الهيوجه. هذا دلاله المصطلح. تماما. هذا كان كتعريف دكتور، تمام. يعني أكيد نحن رح نناقش هالموضوع هيك بشكل مفصل أكثر، ورح نكون اكيد. مسرورين لما المستمعين كمان يعني ما يترددوا يشاركونا الأسئلة أو الأفكار اللي بتخطر على بالهم اللي بتصير معهم. يعني دكتور، هلا شكل وعرض هالحالة هاي كيف بتجي يعني؟ هلا من اسمها الحقيقة، الاسم عليها هو تهيج مزمن بالكولون، له أعراض. الأعراض تبعه طبعا متفاوتة، بتشمل أهم شيء النفخة. أها. تاني أهم عرض هو الألم الخفيف اللي ما بيوصل لمراحل شديدة، والغازات، نعم. وتناوب أحيانا إسهال وأحيانا إمساك. كمان يعني ممكن إنه طبعا وارد يعني. ممكن تشنج الكولون يكون له نمط يشيع فيه الإمساك، وفي نمط تاني يشيع فيه حدوث الإسهال. ففيني أنا أقول عن مريض إنه مثلا ساعات بيكون عنده إمساك خفيف مع تطبل بالبطن مع نفخة مع إزعاج مزمن مبهم، ممكن يكون عنده تشنج كولون. تماما. طبعا بدي الفت النظر، تشخيص تشنج الكولون لا يعتمد على الأعراض فقط. أها. يعني كثير ناس بيجونا على العيادة الهضمية أحيانا بيقولوا دكتور عندي الكولون وما عم لاقي له حل. الآن هون مهمة الطبيب يتحقق ويتحرى إنه هل هذا بالفعل تشنج كولون؟ هل هذا هو داء الأمعاء الهيوجة؟ ولا قد يكون هناك مرض آخر عم يعطي أعراض مبهمة، ويظن الإنسان خطأ، أو حتى الطبيب بعض الأطباء زملائنا خطأ أحيانا بيظن إنه هذا تشنج كولون، بصير يعطي أدوية مضادات تشنج ومضادات نفخة ومسكنات وما بيستفيد المريض، أو بتضل تهجم عليه هجمات شديدة. بعدين بعد فترة من الزمن بيعمل استقصاءات أو إجراء بيتبين إنه عنده شيء تاني، وكان يظنه خطأ إنه هو تشنج كولون. تماما. لذلك هذا الشيء كتير مهم لما نعقب عليه طبعا أكيد. بموضوع التشخيص إنه شلون بدنا أكيد نشخصه. دكتور. هو هالنقطة هاي كانت يعني رح نركز عليها دكتور، لأنه زملائكم أطباء القلبية بيعانوا من هالمشكلة. هذا أحيانا ممكن المريض ما يكون هو شخص، يعني شخص كشخص يعني ما هو متعاون مثلا بتحديد الألم، بتحديد نعم أعراض نعم، المرض. بمعرفة الأعراض والتعبير عنها. تماما، أو التعبير عنه. صحيح. فبيختلط الأمر بين أحيانا مثلا أو الناس بتزور الطبيب القلبية مه. وهو بتكون عنده الحالة هضمية يعني. تماما صح. فهالأمور هاي أكيد رح نوضحها هيك بشكل مفصل أكثر. أكيد. هالنقطة جدا مهمة حقيقة، وهو محور لقائنا يعني. دكتور، هلا لو نرجع شوي، الأسباب، العوامل المسببة يا ترى ليش بصير طبعا معهم؟ يعني هالمتلازمة بنشوفها ضمن قطاعات واسعة من الناس، وبتكون تقريبا متقطعة، ما بتضل دائما يوميا، بتيجي بشكل هجمات وإلها مثيرات. نعم. الأمور اللي بتثير هالشيء هذا أو الأعراض متلازمة الأمعاء الهيوجة هي أكثر شيء الشدات النفسية. إنسان تعرض لظرف نفسي، لصعوبة معينة، لتوتر، نعم. لقلق. هذا من الشيء اللي شائع جدا إنه كل مرضى التشنج الكولون بيجوا مرافق لهم دائما إنه في شدة نفسية. صح. تمام. الشيء الثاني طبعا بعض انواع الاطعمه، الاكلات اللي ممكن يكون فيها مثلا مهيجات للكولون، مثل انواع البقوليات، مثل انواع الحد، الحوامض، المخللات، المقالي، البندوره المطبوخه. طبعا حتى في ناس ممكن ماده معينه تعمل لهم تشنج كولون، ناس تانيين ما تعمل لهم. في هون طبيعه شخصيه او ميل عند الجسم نفسه انه
انا مثلا بيحسسني لنفترض البقدونس، تمام. بيعمل لي نفخه. في ناس تانية البرغل، في ناس تانية للبقدونس والبرغل بيضرها مثلا البندوره المطبوخه، ممكن. وهكذا. في استعداد شخصي للموضوع، ولكن في عناوين عريضه للاكلات اللي ممكن تساوي هيك اعراض، اللي هي المقالي، البقوليات، البندوره المطبوخه، الحوامض، الحد، البهارات، تماما صحيح. القهوه. اها. طبعا في شيء كمان اسمه نمط الحياة. اها. نمط الحياة، هلا شايف حياتنا بالمجمل صايرة كلها سرعة وتنقل ستريس وتوتر وستريس نعم. وتدخين وسهر وانترنت ومتابعة احداث وغيره. تماما يعني. فايضا نمط الحياة اكيد. بنلاحظ انه البيئات البسيطة اللي اهلها تقريبا بيكونوا من الناس البسطاء، مهنهم نعم. بسيطة، نعم. ما فيها تنقلات كتير، فلاحين، مزارعين بسيطين، خفيفة هي الاعراض عندهم بتكون. اها. الناس اللي بيكونوا أعمالهم معقدة مثل رجال الأعمال، صح. الأطباء، المحامين، الناس اللي عندهم شدة نفسية، هذول حقيقة أعراضهم بتكون أشد. تماما. طبعا أيضا مذكور عن داء الأمعاء الهيوجي إنه بنشوف حسب من خبرتنا كمان إنه بيصيب الشابات أكثر، اها. يعني له ميل شوي خفيف باتجاه الأنوثة، النساء أكثر من الرجال. أيضا نساء الشابات يعني بعمرهم من العشرينات تماما. للخمسينات، هذول الأشياء إصابتهم بتشنج القولون. أطراف العمر قليل إصابتها بتشنج الكولون أو بداء الأمعاء الهيوجي. يعني شو أطراف العمر؟ طفل عمره مثلا 7 سنين لما بيجيني عم حاسس بنفخة، أنا ما بفكر صح. بتشنج الكولون. أو مسن عمره مثلا 70 كمان. صار عنده من جديد نفخة، ما بقول له تشنج كولون، لأن هذا يجب أنك تنفي الأمراض العضوية. تماما. يجب أن تنفي القرحات، لا سمح الله الأورام، الأمور الثانية. ممكن. آخر شيء طبعا هو تشخيصه، اسمه بالإنجليزي اكسكلوجينري، اها. يعني يقوم على نفي الأمراض العضوية. تماما. يعني مثلا بالقصة المرضية، دكتور عندي نفخة، متضايق، عم باكل، رغم اعتقادي بنسبة 90% في بعض الحالات انه هذا تشنج كولون، فانا لحتى اعطي اجابة دقيقة للمريض يفترض انه يكون اجابتي دقيقة 100%، ممكن. لازم اساوي استقصاءات. الحد تماما. الادنى لها التحاليل، نعم. تحاليل الدم طبعا والبراز، ببين بيعطينا نظرة دقيقة تقريبا انه هل في آفة عضوية توجه. وراء الاعراض ولا لا. أكيد. دكتور، هلا من خلال ذكركم يعني نمط الحياة، يا ترى بتعرف أنتم هلا حاليا جميع الناس متوجهين للوجبات السريعة، الأطعمة الجاهزة، الأطعمة المطاعم، يعني ناهيك عن موضوع النظافة هاي ما رح نحكي فيها إنه هذا تمام. مو بصدد. يا ترى الوجبات السريعة من أحد يعني القوائم المتهمة بموضوع القولون العصبي؟ صح، مهم. متهمة لأن مهم. غالبا هي من نمط الأكل المقلي، أها كمان سواء همبرجر، يندرج. سواء بروستد، سواء الشيبسات أو غيره من كلها فيها أصبغة، فيها مواد صناعية، ملونات، هي كلها مواد كيماوية ما لها نظيفة. تماما. أنا ما عم بحكي ما لها نظيفة بحيث إنه فيها جراثيم، لا، بس فيها مواد كيماوية أيضا، تماما. يعني هي ما لازم تفوت على الجسم. إذا اضطرينا نحن كثقافة صحية لأنه نوافق على وجبة جاهزة عند الضرورة، أو بس ما لازم إن هي تكون نمط حياة الحقيقة، تماما لأنه مو للأسف بس تعمل يعني. تشنج كولون، بتعمل استعداد حتى لسرطان الكولون اها. لكن بالمستقبل. تترقى اللي الحالة. بيعود حاله على الأكلات الجاهزة لمدة شهر بمعسكر بشيء بحالة طارئة مقبول، ولكن اللي بيعيش طول عمره على الأكل الجاهز هذا أكيد عم بيعرض حاله في لخطر عواقب ثانية أضعاف دكتور. الطبيعي عن الإنسان العادي. صح. تماما. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا وللي جديد انضموا لنا وللي حطوا هلا الموجة 103.5، انتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستوديو الدكتور حسين الحلو، اختصاصي بأمراض الهضمية. عم نحكي اليوم عن موضوع كمصطلح علمي، متلازمة القولون العصبي. عم نحكي عنها، يعني سرد لنا دكتور كتير محاور مهمة، ووصلنا لموضوع الأسباب. يا ترى شو هن الأسباب الأهم، الحالات اللي بتزور العيادات واللي بتجي كهجمات يعني أحيانا. صحيح. دكتور، هلأ كتشخيص ذكرته من شوي يعني انه كيف بتشخصوا الحالة. هلا هل المرض هذا بيتشخص بالعيادة ولا بحاجة لأمور تانية؟ المريض هلا كيف بتشخصه؟ بالمجمل تشخيص هي الحالة طبعا القطعي بده إجراءات، ها ها. مو حكينا انه بل. احنا تشخيصها استثنائي، نعم. يقوم على نفي الامراض العضويه الاخرى. نعم. فانا لما بيجيني مريض، القصه النموذجيه، النموذجيه لتشنج الكولون، بيجي مريض عم يشكي من فتره، من اشهر، من نفخه وعدم ارتياح بالبطن وازعاج خفيف، نعم. وتناوب احيانا اسهال احيانا امساك. هذا انا بيني من خبرتي بيني وبين حالي بقول هذا 90% تشنج كولون. فانا بستجوب
باخذ وبعطي مع مريضي، بسأله بعض الأسئلة لحتى استشف هل هناك احتمال لوجود أمراض عضوية ولا لا. طبعا في مؤشرات على وجود الأمراض العضوية، وجود الدم بالبراز له دور، الإمساك المزمن له دور. نحن حكينا طبعا عن تشنج الكولون أو الأمعاء الهيوجة إنه بيتناوب حدوث الإسهال والإمساك، لكن أحيانا بيكون في إمساك لحاله بدون إسهال، أحيانا إسهال لحاله بدون إمساك. الآن بدي أنا أسأل، الإسهال كم مرة باليوم؟ هل في مخاط؟ هل ما في مخاط؟ هل في دم؟ هل لا؟ هل في نقص وزن؟ هل في إقياء؟ وجود أعراض أخرى غير النفخة والإزعاج الخفيف أو المغص الخفيف يشير إلى سبب آخر غير تشنج الكولون. يعني تشنج الكولون أبدا ما بيترافق مع إقياءات أبدا. تماما. مشان مثلا خلينا نحكي أنا الشباب هلا الأخوة المستمعين عم يسمعونا، أي واحد بيفكر إنه عنده تشنج كولون صار عنده بواحد من النوبات إنه هو يراجع، قطعا هذا ما تشنج كولون. طيب صار معه نوبة ألم شديدة، كمان قطعا ما تشنج كولون. تماما. لأنه تشنج الكولون من اسمه احدى هو العلامات تشنج فقط. التشنج هو إحساس بالإزعاج أو الألم الخفيف ألم أو متحمل النفخة يعني. نعم. تمام. هاي ملاحظة مهمة بتستبعد تشنج الكولون، بتجبر الطبيب إنه يطلب استقصاءات مشان يتأكد ما هو الموضوع. في ملاحظة أخرى طبعا عن تشنج الكولون، وهنا بيجي أحيانا الألم فيه بيكون متنقل. يعني مريض تشنج كولون بيقول لك امبارح كان نفخة عندي هون على اليمين، اليوم بمعدتي، من 4-5 أيام كان على اليسار عم يجاني أو متضايق. تماما. هاد ميزة لتشنج كولون إنه هو الألم اللي فيه متنقل. إذا كان مريضنا عنده ألم ثابت مثلا دائما باليسار دكتور ألمي، دكتور دائما ألمي تحت اليمين، تحت الأضلاع اليمين، تماما. هذا أنا بتوجه إنه قطعا ما له تشنج كولون، ببحث عن السبب. تماما. فإذا في ملامح من كلام المريض من شكايته بتوجه الطبيب إنه هذا تشنج كولون ولا في شيء تاني. حلو كتير يعني. وطبعا ما تنسى في كتير من الأمراض بتترافق مع بعضها. مثلا في واحد عنده ضغط، هذا ما بيمنع إنه يكون عنده سكري. في واحد عنده تشنج كولون ما بيمنع إنه بيوم من الأيام تصير عنده مرارة وفيها حصيات. تمام. فدائما الأعراض لازم تتفسر بشكل صح. تماما. دكتور هلا احدى الحالات مثلا بيزور الألم المتحمل هلا ذكرته، ألم شرسوفي كان أو بيروح بيزور طبيب القلبية، والطبيب القلبية يعني بينفي موضوع القلب. فمن المفروض بهالحالة انه طبيب القلبية يوجهه لطبيب طبيب الهضمية. الهضمية صحيح. للأسف لكن الكثير من الأطباء يعني بيعالجوا أو ما بيحطوا المريض بصورة الحالة إنه أخي أنت لازم من المفروض تستشير طبيب الهضمية. قد يكون صح. هل المتلازمة هاي مع كل بتعمل لك تسرع بالقلب، بتعمل لك إزعاج، ضيق تنفس. صح يعني كلامك. لو نحكي على المحور هذا شوي إنه في مزج بين صح. الحالتين. في تداخلات عموما نعم. بالأعراض وبالأطباء اللي الإنسان بيزورهم. نعم. حالة الألم الشرسوفي هي خير مثال. الألم الشرسوفي هو ألم المعدة بالعامية. تماما. هذا بيصير بالقرحات، بيصير بالتهاب المعدة، بيصير بأمراض المرارة، بيصير بذوات الرئة، وبيصير بالاحتشاء العضلة القلبية الجلطات يعني. أيوة. لما المريض بيشكي من وجع بمعدته غالبا هو راح يراجع طبيب الهضمية. صح. هون طبيب الهضمية بصراحة لازم يكون متأني ودقيق بالسؤال بتفسير الأعراض. 100%. ألم بالمعدة مع تعرق بيفرق عن ألم بالمعدة مع لعية نفس. تمام. بيفرق عن ألم بالمعدة مع إسهال. صح. في مرافق للألم، مو بس الألم لحاله، ألم لحاله كعنوان ما بيشخص، ما بيشخص أبدا. الألم زائد مرافقاته زائد الديوريشن، فترة الألم. شو اللي زود الألم؟ يا هل ترى زاد على الأكل، زاد على طلعة الدرج، زاد على الدواء، زاد على العصبية. تمام. كل هاي نقاط. كل هاي نقاط عم تخليني أوصل ضيق احتمالات تشخيص قدر الإمكان. حلو. بيكون عندي 10 احتمالات للتشخيص بشوية أسئلة. تمام. مراجعات مع المريض للحالة ومن إمتى، شو الأسباب اللي زودت، بحصر السبب بواحد أو اثنين. هون أنا بحصر، بطلب استقصاء من تحليل، من تصوير، من تنظير، بحيث يجيب التشخيص بشكل دقيق. جميل تمام؟ جدا. طيب الآن في بعض الوسائل الاستقصائية، هي وسائل استقصائية بنسميها تداخلية، بمعنى تنظير. مثلا أنا ما بطلب التنظير لحتى أشخص وجع المعدة قبل ما أطلب تحليل، أو قبل ما أطلب على الأقل إيكو للبطن. مضاد استطباب مثل ما بيقولوا يعني. لا، ما إنه مضاد استطباب، إنه بس هو خطوة من المفروض. متممة للخطوات البدئية. ها. تمام. يعني هلا مثلا احنا بلشنا بالحلقة عم نحكي عن رؤوس أقلام عن تشنج الكولون. صح. مو معقول أنا إجي أقول لك بأول الحلقة إنه ترى يعالج تشنج الكولون بمضادات الاكتئاب أحيانا.
بدي اول شيء اعطيك سرديه انه مرض تشنج الكولون له اسباب توتريه، له اسباب العلاقه بالامور النفسيه، ببنيه الانسان، ببيئته، بطبيعته، بقصته العائليه الوراثيه، هل في اكتئاب عند الاب، هل في قلق عند الام. هي كلها اسباب بتزيد حدوث تشنج كولون عند الشباب مثلا، القصه العائليه. بعدين بوصل انه يعالج تشنج الكولون بمضاد اكتئاب مثلا تماما. احيانا. فانا هون جبت هذا مثل طبعا. ما بيصير انا مثلا الجا للاستقصاءات اللي فيها تنظير قبل ما اعمل تحاليل بدقيه. صح. شوف الخضاب، هل في دم بالبراز ولا ما في، ايكو البطن. ايضا احيانا انت بتفكر معدتك عم توجعك تطلع بحصه بالمراره، وارد جدا. قناه الجامعه، صح صح. تقرحات بالكولون. وارد. واحيانا بيكون الموضوع ما له هضمي. وهون بس. كثير مهم انك تلمح انه هذا الموضوع قلبي ولا لا. ساعتها بتبعت على طبيب القلبيه. ياما اجانا مرضى عندهم جلطات ما تظهر عندهم لا بضيق نفس ولا بوجع بالصدر، فقط وجع بالمعده. بالاخص السكريين يعني سكريين اعراضهم جدا مخاتله من جميعه. للاسف يعني. نعم. سكريين وكبار العمر. واحيانا هيك بذكر قصه، واحد مريض اجاني مره عم بيقول دكتور عندي حرقه اعطيني دواء. بعد ما فحصته قلت له موضوعك قلبي. قال دكتور لا، انا اعطيني دواء، انا امور القلبيه سليمه. بناء على رغبته الشخصيه اعطيته. شفته بعد اسبوع قال دكتور مرتاح وكانه مسحه رسول. قلت له ابدا، موضوعك في شيء بالقلب، في احساس حرق بالصدر. تماما. تعبير الانسان عن كلمه احيانا هي مفتاح التشخيص. صح. تمام. طرف خيط يعني. احساس الحرق بالصدر غير احساس الحرقه او الحمضه. المري مثلا. شيء هون ما طبيعي، مو من المري، هذا من القلب. فعلا الحقيقه للاسف انه اجته جلطه هذا المريض، رغم انه كان مرتاح كثير مع الدواء تبع المعده. لذلك بقول باكد لا حدا يتهاون بالتشخيص تماما. ولا بالتحاليل او الاستقصاءات اللي بيطلبها الطبيب، لان كلها بتكون ضروريه. سواء انه الطبيب كان ايوه. وانا دائما بقول، انا بتعرف نحن ثقافتنا هي ثقافه استهلاكيه للاسف. انا مثلا بدي اتعاين عند الطبيب، كم بدي ادفع مثلا، شو بدي اخذ دواء، يا هل ترى بيمشي الحال اذا رحت على الصيدلاني؟ ممكن يمشي الحال 50% و70%، بس انت اخذت مسكن. تماما. انت اخذت مسكن بدون تشخيص. ولا فيش انسان مهما كان الدكتور شاطر ما حدا بيوصل للتشخيص الا بشكل دقيق. واحيانا كبار الاطباء اللي مثلنا واكبر منا بكثير، نحن متواضعين وبسيطين، ما بيوصل للتشخيص الا بعد جهد جهيد. طبعا. ضل في حالات نادرة، استقصاءات في حالات مذكورة بتصير بالواحد بالمليون بين البشر. لذلك كتير مهم دراسة الأسباب. الاستقصاءات المطلوبة يعني لا الطبيب يتهاون فيها. أيوة. ولا المريض. أنا بحكي عن المريض الحقيقة. تماما. وملاحظة كمان بصراحة، يا ريت تحكي يعني. بالعموم تشنج كولون مرض شائع كتير. نعم. ما في واحد بيشوفك بيسألنا مثلا دكتور شو اختصاصك هضمية، والله عندي تشنج كولون. صح. هذا الشيء بشكل يومي متعرض له. تماما. فمعظم الحالات اللي بتقول عن حالها انه هي تشنج كولون بتكون ما تشنج كولون. اما عنده نوبة رمل، او عنده بحصة بالمرارة، او عنده قرحة بالمعدة، او فتق حجابي. بالمناسبة كمان فتق الحجابي كمان بيعمل ضيق نفس، وتشنج الكولون بيعمل ضيق نفس. فالتمييز بين الاثنين فعلا بده الواحد اصغاء، واحد يسمع صح لشكاية المريض، سرد القصة. ايوه القصة المرضية بعد الاكل بكم. حتى هاي بصراحة ما بيعرفها حتى أطباء الهضم أحيانا. يعني أنا مريضي لما بيتضايق بعد الأكل بربع ساعة هذا ما تشنج كولون. في شيء لما بيتضايق بعد الأكل بساعتين هذا تشنج كولون. الأكل حتى يعمل حركة باتجاه الكولون بده وقت. فأنا لما أكلت هالوجبة وبعدها بربع ساعة بلشت تجشؤات ونفخة بالبطن، هذا فتق حجابي. تمام. لذلك عم قول أنا كلمة واحدة بتكشف لك التشخيص. تماما. ما بين معك من هالكلمة بصيروا كلمتين. أكيد. ما صار بصير تحليل. إلا أكيد. ما صار بصير إيكو تنظير. أبدا يعني إلا ما يكون في استقصاءات متممة لبعضها. طبعا. بتوجه الطبيب للحالة أو تشخيص الحالة بدقة يعني. يعني دائما المريض ما بيبخل أو بسرد القصة المرضية، سواء كانت حتى عامل الوراثة دكتور. طبعا. يعني بدنا نحكي عنه هذا كمان. الوراثة لها دور كتير كبير طبعا. هل المرض هذا كمان وراثي دكتور؟ له أجزاء وراثية طبعا. هو بالمجمل بنسبة متفاوتة. بالمجمل يذكر طبعا بالمراجع الأوروبية الطب الهضمي انه 45% من اسباب تشنج الكولون هي اسباب نفسيه نسبة لا بأس متعلقه طبعا اما بشكايات نفسيه مزمنه مثل اضطراب القلق، الكآبه، القصه العائليه الوراثيه لاحد الاهل او الاخوه اللي عنده مشاكل نفسيه، كمان ممكن تزيد احتمال اصابتك انت كمريض بتشنج الكولون. في امور ايضا مذكوره، الامراض العضليه، الامراض العصبيه، القلق، التحفز الدائم باتجاه الاخبار السيئه، هذا دائما بينعكس على الجهاز الهضمي. ايضا الصبايا اللي باول عمرهم بالعشرينات بالثلاثينات ايضا بيصير عندهم كثير من انواع تشنج الكولون.
فاذا بنشوف انه البنيه الوراثيه لها دور كتير كبير. في صنف من المرضى اللي بينصابوا باعراض تشنج القولون بشكل شديد اشد من الناس العاديين. يعني مثلا بدي اضرب هن مثل، تشنج القولون عاده اعراضه محموله خفيفه الى متوسطه، يندر انه يكون الالم فيه شديد. لما بيجيني انا مريضه صبيه عمرها 20 او 30 سنه شكت من الام شديده، انا هون ممكن يكون تشنج قولون، بس الاولى اني اطمن على المراره، اكيد. على المعده. طيب عملت ايكو للبطن ما طلع فيه شيء، تحاليل الدم والبراز ما طلع فيها شيء، تنظير المعده والكولون ما طلع فيه شيء، بدي ارجع اقول انه هذا تشنج قولون صح. لكن هالصنف من البشر اللي عندهم هيك شكايات مبالغ فيها او شديده، برجع السجل المرضي تبعهم بشوف انهم متعرضين بطفولتهم او مرحله حياتهم المبكره الى شدات نفسيه. وارد أيضاً. تمام. اي شيء، عامل صحي او حادث سير او حاله اجتماعيه معينه مثلا، هذول ممكن. نفسهم بس يكبروا بصير عندهم اكثر من غيرهم تناثر الامعاء الهيوجه ودرجه تماما شديده منه ايضا. تماما. دكتور، حتى موضوع عتبة الألم بين شخص لشخص يعني بتفرق، صح. انه اكيد انه صحيح. في ناس ما بيتحملوا وجع، وفي ناس بيتحملوا وجع لا يعني اكيد في ناس لمستوى بيكابروا، في معين. ناس بيحكوا عند اول شعور بالالم تماما. بيبالغوا في، نعم. هالشيء هذا كمان موجود يعني. بقول لمستمعينا اللي عم يسمعونا عبر الموجة 103.5 ما بتبخلوا علينا بأسئلتكم، للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر أيضا كم لا بأس به من المشاهدين عم يشاهدونا، بنوجه تحياتنا تحيه وسلاماتنا لهم. لكم أكيد. دكتور حسين الحلو ضيفنا أخصائي بأمراض الهضمية، ما بتبخلوا على أسئلتكم، يعني أي سؤال خطر على بالكم، أي حدا بيشتكي من بين قوسين يعني جهاز الهضمي، أي مشكلة بجهاز الهضم، اكتبوا عبر كومنت، أكيد رح نطرح السؤال لضيفنا الدكتور. وهيك نحن عم يعني نوصل لزبدة الحلقة، اللي هو بعد هالإجراءات هاي كلها، القصة السريرية، المريض إجا على العيادة أو على المركز أو إجا محول من طبيب آخر بيشكي وبيشرح مرضه للطبيب، فالطبيب أكيد بده يوصل لنقطة معينة اللي هو العلاج. يا ترى العلاج كيف بيكون وإيمت بيكون يعني مثلا بحاجة المريض ليمكث بالمشفى، أو بروتوكول العلاج لو تحكي لنا عنه. هلا انا راح احكي قبل بعد اذنك يعني. اتفضل دكتور. هلا يا انت ريت. مدير الحلقه. قبل ما افوت بالعلاج راح احكي عن تشخيص، يا ريت. عن انه طريقه التشخيص. طبعا نحن قلنا انه استثنائي، تمام. بمعنى انه لازم انفي الامراض الاخرى. مريض تشنج القولون هو مريض اعراض عم يشكي منها، جاي على الطبيب، سبب هاي الاعراض لازم يبين. نعم. طيب اذا تشنج القولون له اسباب عضويه لازم نعالجها، بدنا نشخصها بالاول. مؤكد. بدي اتاكد من تحاليل الدم، هل المريض عنده فقر دم؟ ايوه. فقر الدم يعني انه المرض ما له تشنج قولون. آه. تشنج القولون من حيث المخبريات او الوسائل الاستقصائيه بيتميز بشيء مهم جدا، انه لا يؤدي الى اي اضطراب مخبري. ابدا. يعني مريض جميل. تشنج قولون تحاليله بتكون طبيعيه، لما بعمل تحاليل لمريض وبتطلع طبيعيه بسمح لنفسي اني اقول له هذا تشنج قولون. اما وجود اي خلل نعم. بالتحاليل هذا يدل انه ما له تشنج قولون. بدنا ننتبه على الشغله، لذلك تحليل الدم والبراز ضروري جدا كاجراء. شيء ثاني ايضا لا يترافق مع اي اضطراب بالايكو. يعني اذا انا عملت ايكو عن مريض طلع بحصى بالمراره، ما راح اقول له تشنج قولون، بدي اقول له احتمال يكون مراره لها دور باعراض او جزء منها. صح. ما بنسب، بننفي طالما في المرارة. حصاد ما فيني انا انسب الاعراض لتشنج القولون. لانه في شيء موجود تمام. الشيء الثاني انه من احد ميزاته انه لا يؤدي الى زياده نسبه الاصابه بسرطانات الجهاز الهضمي على المدى البعيد. جدا يعني اي انسان عنده تشنج قولون ومشخص 100% لا يخاف، يطمن باله. ممتاز. اي هذا الشيء مهم، انه هذا مثله مثل الانسان العادي. كيف الانسان ما بيشكي من اي شيء هضميا، في واحد ما بيشكي وفي واحد عنده تشنج قولون، هدول الاثنين اصابتهم بالسرطانات متساويه، ما في زياده لهذا عن هذا. تماما. أي. جدا جدا. هذا الشيء كتير جميل. مهم هذا بالتشخيص وبالتوجهات. طبعا هلا عم نحكي كنا عن التشخيص، لما انا بوصل لطريق تقريبا في اشتباه، نعم. يعني انا ماني عرفان هذا المريض شو عنده. عم تختلط معي الامور يعني. الزياره الاولى ذكر لي انه دكتور والله لمحت دم مره من المرات، او دكتور الوجع فيقني بالليل من النوم. هلا هي مؤشرات ما انها ايجابيه. ابدا. هي مؤشرات تستبعد تشنج القولون، بترمينا على التشخيص الاخر اللي هو القرحات الهضميه. ممكن. وياما اجانا عالم او مرضى على العياده بيشكوا دكتور والله فقد بالليل من النوم وكولون معي من زمان يا دكتور، عم باخذ فلان وعلان من الادويه، احيانا برتاح احيانا لا. كلمه واحده هي مفتاح التشخيص، انه والله
الألم خلاني أصحى من النوم، هذا له دلالات غالبا هي قرحة بالمعدة أو غيرها. لذلك نحن هون لما نوصل لطريق إنه في اشتباهات نلجأ لخطوة أخرى بعد التحليل اللي هي إيكو البطن. تماما. طبعا أنت بتعرف إيكو البطن موجود بعيادات زملائنا أطباء الهضمية بشكل كامل. تماما. يعني هو يعتبر إنه سماعة جهاز الهضمية نعم. أو دكتور الهضمية. أي مريض عم نعمل له إيكو، المريض اللي عنده شكايات أو حصيات أو غيره فورا ببين معنا من وجهه التوجيه المناسب. نعم. فدائما إذا تحليل الدم والبراز بعده في إيكو البطن. بعد هالخطوتين الأساسيات والشائعات أي شكايات بتضل ما لها تفسير، النصيحة الأساسية بتكون هي التنظير. تماما. تنظير المعدة والكولون. تمام. هذا طبعا إجراء بيجي لاحق. لا بيجي بعد ما بنجرب كورس علاج فترة، نتحرى تحاليل جراثيم المعدة، نتحرى وجود أمور أخرى مثل الحصيات، الشكايات البولية، الشكايات النسائية، الالتهابات النسائية. نعم. الشائعة نحن قلنا أنه مثلا هذا المرض أكثر إصاباته للصبايا بين 20 و50 سنة مثلا. طيب هدول نفسهم كمان عندهم التهابات نسائية وبولية. وارد. تماما. فدائما لازم يكون الجهاز البولي التناسلي سليم. نعم. وما في التهابات ولا شكايات والإيكو تبعه سليم لحتى أقول والله الموضوع تشنج كولون. تماما. تمام. بعدين نلجوا لإجراء أيوة. بعد ما نفوت التنظير بقى أو بقصة المنظار. نعم. الأخت جيهان بعتي سؤال دكتور، أعراض الكولون بتضيق التنفس وتوجع الرأس والأكتاف؟ نعم وارد الحكي. عند بعض نرجع الناس بلفت يعني. النظر للملاحظة، ضيق التنفس بيجي بعد الأكل خلال مثلا ساعتين ثلاثة. وبيطول وبيتحسن بالخروج على البراز. تمام. هذا بيخف كتير لما الإنسان بيخرج. أنا عم قول تشنج كولون وغازات. لما الإنسان بيطلع على الخروج بده يصير في خفة بالأعراض. بتخف. تماما. لما ما بتخف الأعراض بقى بيكون شيء ثاني، بده شيء استقصاء. تاني أكيد. وبيعمل صداع وبيعمل تشنج بالأكتاف، وهذا له علاقة أيضا بالتوترات. اللي بيتوتر أيضاً. نفسيا في عنده شيء اسمه الصداع التوتري. صداع التوتري وصداع وآلام بالرقبة. نعم. والحيل بيكون مهدود. كمان أيضا فينا نعزي هذا الموضوع لتشنج الكولون صح. تمام. بس بشرط تحاليل تكون سليمة. آه. يعني أنا ما كل إنسان والله في عنده نفخة وصداع ووجع رأس وضيق نفس هذا كولون، لا. قد يكون كولون، قد يكون شيء ثاني. تمام. الطبيب هو بقات اللي بيحاكم الأمر وبيطلب إجراءات تحليل مشان يتأكد وينصحك هل هناك شيء اسمه تشنج كولون ولا شيء ثاني. هذا بقات بده زيارة للطبيب. تماما. بنذكرهم لمستمعينا او للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر، فيكم تبعتوا اي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال الامراض الهضميه. نحن عم نحكي اليوم عن متلازمه القولون العصبي. كنا واصلين لموضوع التشخيص ودكتور حسين ضيفنا هو بالاستوديو اختصاصي بالامراض الهضميه. عم نحكي هلا موضوع العلاج، يا ترى كيف بيكون، والعلاج كورس العلاج كيف بيكون. كان يعني شرح لنا كتير عن موضوع التشخيص وآلية التشخيص، لكن الأخ أو الأخت ريان ما بعرف إذا نحن بعد سؤال، ممكن الالتهابات تؤدي لتهيج الكولون؟ ما بعرف إذا الالتهابات شو هي. صح. هذا أحد الآليات الافتراضية لتشنج الكولون. طبعا حدوث الالتهابات بالأمعاء سواء بالمعدة أو بالأمعاء. الالتهابات تعرف إنه هي جرثومية أو فيروسية. نعم. الإنسان بيتعرض للالتهاب عن طريق الأكل، عن طريق المي. حدوث التهاب معدة وأمعاء يؤدي إلى خلل عصبي عضلي في جدار الأمعاء مؤقت. يعني بصير في مثلا إسهال شو هو؟ زيادة بحركية الأمعاء بحيث يخرج خروج بسرعة. الزيادة بالحركية بدك تسترد أنت وظيفة الأمعاء الطبيعية بعد شفاء الالتهاب، بده وقت هذا الشيء. أكيد. يعني صار إسهال بده يعقبه فترة من الإمساك. هالشيء هذا عمل نفخة، عمل أعراض تشبه تشنج الكولون. فمن أحد الآليات غير الشدة النفسية والأطعمة المخرشة وعدم التحمل الغذائي أيضا هناك التهابات المعدة والأمعاء الجرثومية أو الفيروسية. فأيضا أنا بوافق صح، الالتهاب الهضمي له علاقة بأعراض تشنج الكولون. طبعا هيك من شوي انتوا حكيتوا عن موضوع انه ممكن من شخص لشخص يعني طبعاً. تفرق بعض الاعراض او كذا. طبعا. تمام. الاخ صاب ما بعرف اذا هو، انا عندي كولون شلته، كان عندي كيس 3 سنتيم، فما بعرف اذا حابب تسال اي سؤال فيك تبعت السؤال اكيد رح نجاوب للدكتور. الكورس العلاج كيف بيكون دكتور؟ حمية كذا دواء؟ بالعموم العلاج له خطوط. الشيء الأساسي أول شيء قبل ما نعالج إنه واصلين نحن لقناعة تشخيصية 100% إنه ما في شيء غير تشنج الكولون. تماما. يعني أنا عامل تنظير، ما بصير عالج تشنج الكولون حتى عند الشباب بدون ما أكون متأكد 100% إنه المعدة سليمة. ما فيها قرحة. نعم. ما فيها بوليب، ما في فتق حجابي. ليش؟ لأن موضوع تشنج الكولون مزمن.
احيانا سنوات بيضل المريض يعاني. مو معقول انا اجي اعالج المريض سنوات بمضادات نفخه وبمهدئات وبمسكنات وبملينات، واخر شيء يكون المريض عنده فتق حجابي كبير وبده جراحه، تمام. او عنده حصاد بالمراره بده جراحه، او عنده حصاد بالكليه، او عنده حمى البحر الابيض متوسط مثلا. ايضا في اليات مرضيه كثير بتعمل نفس الاعراض. فبعد التشخيص الدقيق كل انواع الادويه اللي بتخفف الاعراض مسموحه. بمعنى تشنج كولون له علاج بالمسكنات، مضادات تشنج، الملينات، محفزات حركة الأمعاء، مضادات الاكتئاب، مضادات القلق، الألياف النباتية. مثل ما حكينا في نمط من تشنج الكولون يغلب عليه الإمساك، هذا الألياف النباتية بتسهل الأعراض. محرضات الحركة مثل الموتالون أيضا بتساعد ايضا. بالعلاج، هي أساسا مضادة أقياء. ومعظم الناس لما بنكتبها بيروح عند الصيدلاني بيقول لي يا أخي أنت عم تراجع؟ بيقول له لا. بقول له يا أخي شوف أحيانا هذا التداخلات من الصيادلة مع احترامنا لهم اخواتنا وزملائنا صح. بيكون هذا الدواء للاقياء، بس من تاثيراته انه بيسهل خروج البراز، وبالتالي بيخفف اعراض تشنج الكولون. تمام. فانت الان حسب الاعراض، في واحد عنده نفخه فينا نعطي مضادات نفخه، في واحد عنده امساك بنعطي ملينات، واحد عنده اسهال في ادويه خاصه لهذا الموضوع، أكيد. واحد يغلب عليه الشده النفسيه او التوتر او القلق في من شيء قصته، في شيء بيعالج القلق. اضافي ايضا. وفعلا تشنج الكولون نحن من خبرتنا فوق ثلث الحالات يحتاج الى علاج نفسي خفيف تماما. اكيد. لحتى المريض يستفيد طبعا. طبعا. تماما. مرة تانية الأخ جيهان بعطي سؤال: الدكتور، شخص بالكولون العصبي وقرحة بالمعدة كنت أتعالج كل 6 شهور أو سنة، كان يغير لي الأدوية والحمد لله تحسنت معدتي وأعمل قدر الإمكان من الأغذية. يعني هي ما بعرف إذا تظهر هو كان هي عم تشرح وضعها، ما هو سؤال يعني. الأخ صبري كان معنا يعني عم نلفظ الكتابة معنا كانت واضحة. اسمك صبري، إذا حابب تسأل سؤال أكيد على البث المباشر هلا فيك تكتب سؤالك، أكيد رح نطرحه على طبيبنا الدكتور حسين الحلو اختصاصي بالأمراض الهضمية. دكتور، هلا حكينا عن موضوع الأعمار والذكور والإناث، أكيد إن الإناث أكثر من صح. بتبلش هالحالات من سن البلوغ لا. تماما، يعني عند الشابات عموما. نعم، هو الشابات الاشياء أكثر شيء. طبعا هذا الشيء ما بينفي انه ممكن يكون في تشنج كولون على المريض عمره 60 سنه، بس ما بيجي على الطبيب بهذا العمر. تماما. المريض اللي عنده 60 سنه من العمر وعنده تشنج كولون هذا صار له سنوات عم بيعاني. نعم. اما واحد عمره 60 سنه دخل بمرحله الكهوله الان يجي على الطبيب عنده تشنج كولون، لا، هذا الشيء قطعا مرفوض، قطعا يشك فيه. وطبعا بدك تتوجه لما انا عم لأمور بذكر او عم بحكي انه مرض تشنج كولون غالبيه اسبابه توتريه او نفسيه. نعم. طيب الاسباب التوتريه او نفسيه بدها وعي. صح. لما بيتشكل وعي الانسان بيتشكل بمرحله تقريبا 12 13 14 سنه. صار هذا الانسان بيعرف شو هو التوتر، وبينعكس هالتوتر على جسمه. أكيد. فبده عمر مناسب إذا هيك أعراض نقول والله غالبا تشنج كولون. مثل ما حكينا يصعب إنك تقول عن طفل عمره 6 سنين إنه هذا عنده تشنج كولون. هذا بيجوز يكون عنده سوء امتصاص أو التهاب عقد مسارقية. نعم. أو أمور أخرى. صح. تمام. والمريض اللي عنده 60 أو 65 سنة والله صار له شهر بطنه منفوخة، هذا فكر 1000 مرة إنه عنده بداية ورم بالكولون أو مشاكل أخرى قبل ما تقول والله تشنج كولون. فغلط. أنا مثلا والدي لنفترض عمره 60 أو 70 سنة، والله عم يشكي لي إنه والله يا ابني صار لي شيء أسبوع زمان عندي نفخة، لا حدا يقول تشنج كولون. رجاء احنا عم نضيع فرصة شفاء على المريض. صح. استعين بالطبيب صاحب الاختصاص. خلي الطبيب يقول تشنج كولون، يتحمل هو مسؤولية تشخيصه، انت ما تتحمل مسؤولية لا كمرافق مريض ولا كصيدلاني مع احترامنا ولا كمريض حتى. نعم. انا برمي المسؤولية على صاحب المسؤولية، هو الطبيب، هو مسؤول عن التشخيص. تماما. الأخ صبري بعد سؤال، هو ساكن بأوروبا: كيف الواحد يعالج الكولون أو القرحة؟ فإذا في دواء، إذا الدواء ما يفيد، في التهاب بالمستقيم، أنا ساكن بأوروبا، عنده كمان مشاكل بالمستقيم أو هلا انا ما هذا ما وصلني النص الدقيق للسؤال. أكيد. لكن بتوقع انه عنده التهاب كولون تقرحي. في مرض اسمه التهاب الكولون التقرحي، هذا ما هو تشنج كولون، لكن بعض من مظاهره تشبه تشنج كولون، مثل النفخه او الاسهال احيانا أيوة. متقطع. وحتى ببدايه الاصابه بتعرف بعض الامراض مثل الضغط، مثل الربو، مثل السكري، بدايه الاصابه عند الانسان بتكون الاعراض متقطعه مخاتله، ما عم تبين شو هي، لحتى بعدين مع الوقت بيبان انه فلان معه ضغط، فلان معه سكري، فلان معه التهاب كولون تقرحي. تماما. فبدايات الاصابه بالتهاب الكولون التقرحي
قبل ما يتشخص بيكون الإنسان عنده خربطة بالجهاز الهضمي، نعم. نفخة، إزعاج، مخاط بالخروج، أحيانا دم بالخروج. لما الإنسان بيلمح الدم بالخروج قطعا هذا الموضوع ما له تشنج كولون، آه. قطعا. تماما. خصوصا لما بيكون في قصة عائلية، والله عنده أخ أو أب مصاب بالتهاب الكولون التقرحي، اللي هو بالمناسبة مرض شائع. شائع التهاب الكولون التقرحي، بنشوفه كتير. طبعا إذا فعلا عنده التهاب كولون تقرحي العلاجات متاحة وكتيرة، بلا نوعيات، تماما. إلى كذا نوع من الأدوية والمستحضرات والتحاميل والحبوب، وفي إبر مناعة ذاتية أحيانا بنعطيها للحالات الشديدة. إذا أنا فهمانك صح أخي صبري، فأنت عم تحكي عن شيء اسمه التهاب المستقيم التقرحي. أيضا هذا علاجه متاح، وفي أشكال بتعند نلجأ فيها أحيانا للجراحة، في أدوية جديدة عم تستعمل. يعني الأمل جيد جدا بالشفاء منه إن شاء الله. نحن أو آخر يعني أوقات الحلقة وبلشنا نجي الأسئلة. الأخ صبري ضاف يعني كمل تتمة السؤال، في دم بالبراز وفي التهاب الكولون وفي بالمستقيم. أكيد أنت يعني ما عرفت تعبر. أنا تماما أنا فهمت عليه. أنا إنه فهمت عليه، في. هذا التهاب مستقيم تقرحي تماما. وهذا علاجه إن شاء الله متاح. نتمنى لك السلامة، متاح إن وبظن شاء أنه الله. الدكتور شرح لك بشكل موسع. رح نقرأ السؤال الأخير للأخ مصطفى. مرحبا، أنا من فنلندا. طبعا رح أقرأ السؤال. ما بعرف إذا راح عندي سؤال، رح أرجع الأسئلة. نحن حابين نخدم لا بالعكس، أهلا وسهلا فيهم المستمعين والله. جميعا، وما ما بنفوت ولا سؤال. رح حاول دور على سؤال، لكن اللي جديد انضموا لنا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا للي قربنا يعني بنهاية الحلقة. ما بعرف السؤال الأخ راح من عندي، فما بعرف إذا حدا من زملائنا على البث المباشر فينهم يساعدونا بهالموضوع هذا. نحن نحب ظهرت عنده رسالة مرحبا، أنا من فنلندا، صار لي 6 شهور عم عاني من تجشؤ مستمر وألم مستمر في رأس المعدة، مع أنه أجريت تنظير معدة ولكن لم يتبين شيء، وقال الدكتور أنه المعدة ما فيها شيء. شو ممكن يكون السبب؟ الأخ مصطفى. والله أول شيء سلامات أخي مصطفى، وإن شاء الله معافى يا رب. الحقيقة أنك عملت التنظير هذا شيء إيجابي كتير، وإذا ما في شيء حقيقة الموضوع قطعا تشنجي. لكن بحب ألفت نظرك لشيء. أنا طبيب هضمية، أحيانا بساوي التنظير بشكل سريع، وبيكون عند المريض شكوى بس ما بنتبه لها. مثل أي إنسان، هو التنظير هو عبارة عن نظر إلى المعدة بالعين المجردة تماما. عبر الكاميرات. نعم. مثل أنت ماشي بالشارع ونظرت نظرة سريعة على محل، ما انتبهت إنه حدا بتعرفه جوا المحل. تماما. الآن الطبيب أحيانا بيكون في شكوى وبيفوت بسرعة وما بيدقق، ما بينتبه لها. نعم. ياما صارت معنا ومع زملائنا. فأنا بأكد على شغلي، التجشؤات اللي من 6 شهور مع ألم براس المعدة هي غالبا بتترافق مع فتق حجابي. والفتق الحجابي أحيانا تشخيصه بده الإنسان، الطبيب اللي عم ينظر يوقف بالمنطقة اللي بيصير فيها الفتق وينفخ هواء مزبوط ويتأمل ارتخاء العضلي، وهذا الشيء بده وقت. أيوة. يحتاج 15 ثانية، مهارة يعني 20 ثانية. يقلب المنظار، أحيانا بتكون العضلة متشنجة، بترجع بترخي العضلة مع الوقت، ببين حجم الفتق بدقة. فأنا بتوقع والله أعلم إنه عندك فتق حجابي، وطبعا علاجه متاح بالأدوية وشغلته بسيطة. وأنا بنصحك بصراحة دقق على فيديو التنظير، إذا بتحب ابعته للأستاذ عماد نشوف لك إياه. نخدمكم. أهلا وسهلا. بتوقع طبعا. إنه لازم يكون على كلامك. إذا تقييمك بالإيكو بالتحاليل طبيعي، بتوقع إنه يجب إعادة إلقاء نظرة على التنظير. جميل جدا. تماما. الشيء المطمن، هلا نحن قربنا نوصل لنهاية الحلقة. الشيء المطمن اللي يعني علامات اللي بشرتنا بالخير بهالموضوع، اللي الدكتور ريحنا انه مرض القولون العصبي هو ما خطير، لا لا ما لا ممكن لا. يؤدي هو لسرطانات. باختصار كلمتين، مرض القولون العصبي أو تشنج القولون أها. هو مرض مزعج صح. وليس له أي خطورة هذا أبدا. وعلاجه علاجه ممكن. بسيط كله. طبعا الإنسان كل ما زادت خبرته الحياتية، وعيه، نعم. نضجه، تحمله، كل ما صار أبعد عن تشنج القولون. ما بيجيك رجال عمره 70 سنة حكيم صح. وتمام وشخصيته ناضجة وكذا، بيقول لك دكتور عندي تشنج قولون. لا، هذا الشيء بنلاحظه غالبا بفئات الشباب اللي عم بيعانوا، اللي عم يشتغلوا، واللي عم يتنقلوا، واللي عم يتوظفوا، اللي عم بدخنوا، اللي عم بيصير في عندهم تعصيب. نعم. تحت الضغوطات. هدول الفئة الأكثر إحساسا بتشنج القولون. تماما.
شكرا لكم دكتور. نحن دائما بحلقتنا بنختم لقائنا بنصائح وتوصيات للأصحاء طبعا وللمرضى أيضا. أكيد إن شاء الله السلامة للجميع. أكيد. النصيحة الأولى من خبرتي بالأمراض الهضمية طبعا، والحمد لله ما أنا قليلة، الحمد لله. مفتاح صحة الجهاز الهضمي هو عدم الشبع. ها أيا يكن المرض، أيا يكن الأعراض، أيا يكن الشيء اللي أنت رغبان تاكله أو بدك تعمل حمية، إذا ما شبعت 75% من أعراض جهاز الهضم رح تخف عندك أو تزول تماما، حتى لو ما ساويت حمية. مثلا إذا قلت لك عمل حمية عن المقالي، إذا أكلت لقمتين مقالي فقط بالعدد ما رح تتسمم ولا رح يصل لك شيء سيء. إذا أهم شيء عدم الشبع. ثاني شيء بعض أنواع الأكلات فعلا بلاها لأنها مؤذية وما صحية. نعم. تمام. أكل جاهز والشغلات فيها ملونات وبهارات وشغل مطاعم وحد صبغية. أي أصبغة مو صبغيات. أصبغة. أخذنا على الطب مرة ثانية. تمام. الشيء المهم اللي لازم كل إنسان عنده شكوى هضمية يحطوا حلقة بأذانه. لا تقول عن مريض إنه عنده تشنج كولون أبدا. هذا الكلام لازم يكون طالع من الطبيب تماما. ما حد من عند حاله. 90% من تشخيص تشنج كولون غلط. ما حد ياخذ. أنا عم بقول هالنسبة وأنا متأكد منها، ما أنا 50% ولا 60. 90% من الناس اللي بيقول لك دكتور عندي تشنج كولون بيكون عنده شيء ثاني. ممكن شيء ثاني، قرحة، نعم. فتق حجابي، جرثومة معدة، زحار، سوء امتصاص، بحصة بالمرارة، داء كرون، التهاب كولون تقرحي. كل هدول ممكن يعطوا نفخة، ممكن يعطوا دجشو، ممكن يعطوا ضيق نفس. صح. لذلك اترك تشخيص تشنج كولون للطبيب، هو الأدرى كيف بده يشخصه. تماما. ألف شكر لحضور السلام للجميع يا رب. دكتور حسين الحلو على الحضور الجميل. الله يخليك والمعلومات القيمة جدا وخبرتكم، وشكرا لكم الله دكتور. يديمكم. أتمنى الصحة والعافية للجميع وبالسلامة إن شاء الله. شكرا لكم. حياك الله. شكرا لحسن استماعكم مشاهدينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.